إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. فعلا دي حقيقة، وأكتر حكمة ومقولة أنا حسيتها لمستني، وواقعية جدا، وبتعبر عن المضمون بتاعها. لأن فعلا لو أنت شايف إن في موضوع ما يخصكش، أو حاجة ما تفهمش فيها، او مش موقف او ايا كان حاجه انك تدخل كده وتتكلم وخلاص، لا، اسكت احسن لك واكرم لك، واحفظ ماء وجهك واحترامك لنفسك وهيبتك كده، وملوش لازمه يعني كتر الكلام على الفاضي. دي حاجه. الحاجه التانية، ان عشان توصل رسالتك لاي حد انت عايزه يفهم انت عايز تقول ايه او تعبر عنه، فكتر الكلام مش هو اللي هيوصل الرسالة. خير الكلام ما قل ودل. فنخلي بالنا من كلامنا، ونتكلم في اللي نفهم فيه واللي نعرفه واللي يخصنا، ولا نتدخل فيما لا يعنينا حتى لا ننال ما لا يرضينا. تمام كده؟ بس دي بقى المضمون. أما بقى عن تشبيه الرسول عليه الصلاة والسلام في رحلته الإسراء والمعراج، شاف طور بيخرج من خرم إبرة أو من ثقب يعني، وعايز يرجع تاني، فسأل سيدنا جبريل بيقول له إيه ده؟ قال له دي تشبيه الكلمة اللي بتطلع من لسانك أو من بقنا وعايزة ترجع تاني. فالموضوع يا جماعة صعب ومش سهل، والكلام بيوجع دايما، أو أكتر بكتير من أذى جسدي أو نفسي. لا، الكلمة بتوجع جامد. فخدوا بالكم كده، وبلاش أي كلام بيتقال، وربنا يسترها علينا كلنا.